السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا من مكاننا الجميل ومن المتحف بتاعنا البسيط، يعني زي ما انتم شايفين كده. معانا حاجات جديدة، طبعا معانا حاجات زي كده. طبعا عندنا الجو شتا يا جماعة، وزي ما انتم شايفين كده اهوت الجو، شوفوا لسه بدأ يتظبط اهوت. تابعونا باسم المبتكر المصري على جميع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا معانا قطعة زي كده، في حد طلبها مننا، هيت عملنا له مكتب مقاولات. ودي طبعا شركة مراتب ومفروشات وحاجات زي كده. مكتب المقاولات دوت طلب مننا الكلمة ديت، ما شاء الله تتعمل بالليزر وعلى شكل بيتين. طبعا هو قال لنا يا فنان ابدع انت وعيش حياتك. فطبعا احنا اخترنا وقررنا ان احنا نعمل بيتين، بيت اهوت وبيت اهو كده، على شكل مثلا فيلال، على شكل اوتيل، على شكل حاجة زي كده زي ما انتم شايفين. طبعا دي بقى شركة مراتب تركان للمفارش والمفروشات، تمام، للمراتب والمفروشات زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى كل حاجه اهيت زي ما انتم شايفينها بالتفصيل. طبعا الصياد، قلت اوريكم الصياد اهوت برضك عشان خاطر ايه الناس ما تفكرش ان احنا مش بنوريهم، لا احنا بنحب نوريكم كل حاجه. زي ما انتم شايفين كل ده طبعا على قواعد الفيزياء. وكل دي طبعا مجسمات، يعني معانا مجسم عربيه اهوت، ومعانا مجسم عربيه، ومعانا مجسم عربيه. كل ديت عربيات يا جماعه اهيت، حتى الجو شاتي. في برضك دبابات اهيت زي ما انتم شايفين اهي. في جرارات زراعيه، في عربيات ملاكي، عربيات فتح سقف، عربيات انجليزي، عربيه شاص زي ما انتم شايفين اهيت. طبعا العربيه الشاص دي حكايه لوحدها يا جماعه، حكايه. زي ما انتم شايفين كل ده طبعا، كل ده كده هاند ميد يدوي زي ما انتم شايفين. في موتوسيكلات، بنعمل موتوسيكلات، بنعمل عربيات. كل دي كده اعمال فنيه يدويه. بنعمل عريس وعروسه زي ما انتم شايفين، قطه. عندك مثلا جيتار اهوت. انا بحب اوريكم الشغل الجديد اللي انتوا بتشوفوه ده، تمام. زي ما انتم شايفين اهوت، ده برضو راجل اهو بيصطاد. بس بدل ما يصطاد قلنا نعمله بجنزير، قلنا نعمل راجل نايم اهوت زي ما انتم شايفين. حاجة فنية كده بسيطة من أعمالنا الفنية زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم كده يا جماعة؟ ده طبعا جرار زراعي كبير، مقاسه كبير شوية عن الجرار التاني. ده طبعا موتوسيكل زي ما انتم شايفين اهوت، موتوسيكل على توازن اهو. ده طبعا مركب. ده راجل بيصطاد زي ما انتم شايفينه كده اهوت. في برضو راجل بيصطاد فوق اهوت. ايه رأيكم في الخلفية ده يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ عندنا جيتارات، عندنا مسدسات، عندنا جرارات زراعية، عندنا ألعاب على توازن زي كده، عندنا مركب زي كده مثلا، عندنا حصان، عندنا جيتار بالشكل ده. ايه رأيكم في الجيتار ده؟ حاجة كده بسيطة جدا من أعمالنا الفنية اليدوية زي ما انتم شايفين. طبعا كل دوت احنا بنعمله من الخردة، كل ده احنا بنعمله من الخردة زي ما انتم شايفين. دي الخردة اهيت زي ما انتم شايفينها كده اهي. كل ده كده شغل هاند ميد يدوي. كل الحاجات ديت احنا بنجيبها ونقعد نفنن منها يا جماعة. شايفين كل دي خرديات، كل ديت ده شغلنا، ده الشغل بتاعنا يا جماعة، ده الشغل بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. كل ده كده بنعمله من الخردة، بنعمل بيه الحاجات اللي انتوا بتشوفها ديت كلها. زي ما انتم شايفين المكان اهوت اهو. ده المكان بتاعنا، اي حد يجي يضيف، يجي ينور في اي وقت، مكانه يشرفنا وينورنا زي ما انتم شايفين كده اهوت. لو كتبت المبتكر المصري دهيت على جميع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات دهيت هتلاقينا ان شاء الله، تمام. في جيتار كبير، في جيتار كبير برضو، في حاجة صغيرة، في حاجة وسط زي ما انتم شايفين. منور يا فن، منور يا فنان فوزي. فنان يا جماعة من القاهرة، فنان رقم واحد في مصر. احلى مسا عليكم ما يا شاء رجاله. الله. تقول ايه للجمهور يا فنان؟ اللهم يا ريت بس الفكره بتاعتنا توصل لكم وتشوفوا شغلنا ويعجبكم. ما شاء الله، حلو. ونقدر نوصل الفكرة لكل الناس. طبعا يا جماعة ده شغل اهوت. موتوسيكلات اهي زي ما انتم شايفينها، موتوسيكلات باشكال مختلفة، ولكن لسه ما اتشطبتش، لسه ان شاء الله تتشطب. نوريكم برضك الاجانس الموتوسيكلات دوت، وان شاء الله باذن الله يعجبكم بعد التشطيب. طبعا احنا هنا دلوقتي بنعمل جليدر، وهنعمل دبابة دلوقتي، وهنعمل العاب توازن برضو. كان عايزكم بس تتابعونا دلوقتي وتخشوا معانا في اللايف دلوقتي على اليوتيوب اخواتي، واشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو. وان شاء الله اخوكم فنان وجدي الغزاوي من مدينة متغمر. تحياتي ليكم، وتابعونا على جميع المنصات. احلى اخوات، مع السلامة.